السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السجن قارة أو حبس قارة الغامض هو السجن الوحيد الذي لا يملك باب. دخلوا إليه المئات ولم يستطع أحد الخروج منه، ويوجد هذا السجن المريب تحت الأرض في مدينة مكناس المغربية. يقال أن مساحته مجهولة، والذي لا يدخله لا يخرج منه أبدا، وهو سجن بناه السلطان المغربي المولاي إسماعيل لكي يسجن فيه المجرمين والمعارضين له ولحكمه. ويقال أيضا أن الشكل الهندسي للسجن على هيئة دهاليز ومتاهات معقدة جدا، لابيرنت. في كل قاعة يوجد عدة ممرات، وكل ممر يقود إلى قاعة أخرى، بحيث أنك إذا توغلت فيه ولو قليلا من شبه المستحيل أن تجد طريق الخروج مرة ثانية، ومن الصعب لدرجة كبيرة جدا أن تعود من حيث أتيت. مساحة السجن غير معروفة حتى الآن. هناك من يقول أنه بمساحة مدينة مكناس، وهناك من يقول أنه يمتد إلى عشرات الكيلومترات تحت الأرض، وربما هو السجن الوحيد في العالم الذي لا يمتلك باب. إذن كيف يدخل السجناء إليه؟ يقال أنه يحتوي على عدة ثقب في السقف، حيث يتم رمي السجناء من تلك الثقب، وأيضا الطعام من نفس الثقب. إذن السجن بمثابة سجن مؤبد. هناك رواية تقول أن المولاي إسماعيل جعل للسجن مخرج واحد في مكان ما، والذي يجده فهو حر، ولكن مع الأسف لا أحد عثر عليه. هناك من يتساءل لماذا لم يتم استكشاف هذا السجن لتتجلى كل أسراره. السبب ببساطة هو أنه لا يوجد من لديه الشجاعة لدخوله، وهناك اعتقاد سائد يقول أن السجن مسكون بالجن والعفاريت، وأنه ملعون بشكل من الأشكال. الكثير من المغامرين حاولوا استكشافه، وكانت النتيجة أن من دخله لم يرجع أبدا. وكانت واحدة من المحاولات هي لفريق من المستكشفين الفرنسيين في التسعينات، عندما قام هذا الفريق بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة لصبر أغوار سجن قارة، فكانت النتيجة مأساوية، فقد اختفى الفريق ولا يزال مصيرهم مجهول إلى يومنا هذا. بعد هذه الحادثة قامت السلطات بإغلاق السجن بجدار من الإسمنت، وتركت قاعة واحدة فقط للسياح. سجن قارة أو حبس قارة هو عبارة عن معلمة تاريخية بني في القرن ال18 بعهد المولى أو المولاي إسماعيل داخل القصبة الإسماعيلية بمدينة مكناس. صمم على شكل شبه مستطيل مقسم إلى 3 قاعات واسعة، في كل منها مجموعة من الأقواس والدعامات الضخمة، وهو أكبر سجن في المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.